اتفق النادي الأهلي خلال الساعات الماضية مع نادي نيس الفرنسي على صفقة انتقال اللاعب محمد عبد المنعم على تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة حاليا، وقيمتها 2,400,000 يورو، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية الصيف المقبل وقيمتها 1,900,000، فضلا عن تسديد 1,000,000 يورو للأهلي عبارة عن بونص بشأن مشاركات اللاعب ومساهماته في تسجيل وصناعة الأهداف، بجانب 10% نسبة إعادة البيع. وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين النادي الأهلي ونادي نيس لإتمام الصفقة، وبدأ النادي الفرنسي عرضه المالي ب2 مليون يورو، فيما تمثلت مطالب الأهلي في البداية في 6 مليون يورو، إلى أن تم الاتفاق على التفاصيل الأخيرة وحسمت الصفقة. ومن ناحية أخرى يسعى النادي الأهلي حاليا للتعاقد مع اللاعب محمد علي بن رمضان من أجل تدعيم صفوف الفريق في الساعات القليلة القادمة. وحسب تصريحات ومصادر مختلفة فإن الصفقة لم تحسم ولا تزال في إطار المفاوضات حتى الآن. الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وهناك تقدم في المفاوضات وتبقى بعض الرتوش الأخيرة، لكن حتى الآن لم تحسم هذه الصفقة. ومن ناحية أخرى أكد عبد اللطيف وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف داري أن مفاوضات الأهلي مع اللاعب متقدمة جدا، واللاعب مرحب جدا بالانضمام للقلعة الحمراء. وقال وكيل أعمال اللاعب في مداخلة مع الإعلامي محمد الليثي في برنامج الهدف: هناك مفاوضات متقدمة بين الأهلي والمغربي أشرف داري من أجل ضم المدافع لتعويض غياب محمد عبد المنعم. أما عن اللاعب الراحل بيرسي تاو، فقد رفض مسؤول النادي الأهلي شروط الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق بالحصول على قيمة عقده في الموسم المقبل من أجل فسخ العقد حاليا والرحيل بنهاية الموسم الجاري. ويأتي رد مسؤول القلعة الحمراء بعدما طلب بيرسي تاو الحصول على 1,200,000 دولار من أجل فسخ عقده. وشدد اللاعب على أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب في استكمال عقده حتى نهايته، وحال رغبة الأهلي رحيله حاليا لابد أن يحصل اللاعب على مستحقاته عن الموسم الأخير له مع النادي.